المدير الفني الاسباني خوسيه ريفيرو، مدير الفني الاهلي الجديد اللي جه في وقت صعب علشان يقود الفرقه لنهائيات كاس العالم للانديه في نسختها الاولى. سجله التدريبي ان هو درب فريق اسمه اورلاندو بايرتس، كلنا على علم بيه، قعد معاه 3 سنين، اخد معاه 5 بطولات محليه وشكرا على كده. كم من الناس اللي قطعت فيه وان هو ما كانش ينفع يجي والكلام ده كله كان عندهم حق بنسبه كبيره، لان الراجل سجله التدريبي 3 سنين بس ان هو يمسك فرقه اولى. لكن الحقيقه اللي احنا شفناه امبارح مع الاهلي قدام بورتو يخليك تغير رأيك تماما. ده الأسباب كتيرة، أولها قرايته للجيم. بكل بساطة الراجل كان جاي على منظومة وعلى فريق مليان بالصفقات الكبيرة، اسماء ياما قوي، ليها شنه، واسماء يعني ليها شنه ورنه في القاره. انا متاكد ان كل واحد في الجهاز جنبه كان براي مختلف، ومن الواضح ان اول تشكيله تتحط يبصم عليها بنسبه 100% خوسيه ريفيرو بنفسه هي بتاعت مباراه بورتو. الراجل في اول نص ساعه لمح ان حمدي فتحي مش هيديله الاداء المطلوب في المركز ده، لمح ان لعيبه بورتو بكل بساطه بتجمع لعب ناحيه اليمين علشان تفتح مساحه ناحيه الشمال للعالمي مورا اللي كلفت محمد هاني. فبكل بساطه وفي اول نص ساعه سحب حمدي فتحي علشان ينزل ديانج في المركز ده، ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور. الجبهه اليمين اتقفلت، عمق الملعب اتقفل من اول دقيقه، وهو شايف ان الفرقه ورا عم بتغلط وبتعمل ميس باص كتير. علشان كده الراجل كان نازل بيهاجم وبيلعب ب6-1 بس، اللي هو حمدي فتحي اللي اتحول لديانج. ده مدرب تصبر عليه؟ ده مدرب تصبر عليه. ده مدرب هيديك اداء وهيكتشف اخطاء كتير قوي في الفرقه وهيصلح منها. تصبر عليه، خدها مني بضمان. خوسيه ريفيرو هيرجع الدوري وهيرجع افريقيا، هيكسح الكل، والنتائج بتاعت زمان بتاعت 3 و4 بتاعت فايلر هترجع تاني، بس هترجع اوسخ من الاول. والكلام ده على الكبير قبل الصغير.